معاكم رانيا ايوب من اللجنه الاعلاميه بحزب المصريين الاحرار. احنا النهارده في توسون قدام مدرسه الاعداديه المهنيه بنات، وطبعا الشارع كله زي ما انتم شايفين مكسر ومليان زباله وكمامه، وفي قدام هنا مجاري، وطبعا ده غلط بالنسبه ان في مدارس هنا ابتدائي واعدادي، وغلط جدا على صحه الاطفال وامراض، ومتهيألي وكمان في هنا تكاتك، كميه تكاتك، وفي مدرسه اعداديه هنا وثانويه، وطبعا في شباب اللي هو السن المراهق دوت، بشوف معاكسات وبشوف تحرش كتير. دلوقتي قدام مكتب بريد توسون منطقه ابو قير برضو. طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم المنطقه، يعني احنا مش هنعلق، هنسيب لحضراتكم التعليق والدكتوره هي اللي هتتكلم. خلاص اتس اوكي. يلا قولوا لنا بقى المشاكل اللي بتقابلكم. انت بتشوف يعني قله النظافه دي مدرسه، ما ينفعش كمان الشباب يعكسوا البنات. هي بتقول ان في شباب بييجوا يقفوا هنا، هي مدرستهم اصلا، بييجوا يقعدوا يعكسوهم وبيقولوا الفاظ. احنا واقفين في الطابور بيبصوا، بس المدرسين بيزعقوا لهم برضه، ما بيخشوش يقولوا الشبكه، يقولوا اي حاجه خليهم يقفوا برضه. عشان كده هم بانيين بتاع دي قصور، ولا عشان الناس اللي بتزوق من المدرسه؟ لا بتبصوا الشباب على طول. وبعدين دي مدرسه. طيب لو حضرتك عندك تعليق على الجزئيه دي خدي تعليق الاستاذ. اتفضل حضرتك. على البنين ده عشان الاطفال اللي هي الشباب اللي في الاعدادي بينطوا بيهربوا من المدرسه يعني. بيزوقوا. هم عملوا الصح كده. احنا بس كل اللي طالبينه الشارع ده لودر يجي ينضفه قبل الشتاء، لان العيال هتغرق. بيقول لك في الصرف الصحي هنا الدنيا دي كلها بتبقى غرقانه ميه، فلازم المشكله دي الشتاء لو نزل يعني هي بتبقى صرف صحي والشتاء بيجي يزودها. لا هو صرف صحي، مفيش صرف هنا خالص، مفيش صرف. انا بقول لك عندكم مشكله صرف صحي والشتاء لما بيجي بيزودها. بس الشارع لودر يجي اول يدخل يسويه عشان تعرف تخش المدرسه في الشتاء. الاطفال بص حضرتك بيحطوا لهم طوب، السنه اللي فاتت كان في بلاط حطوا وانا كنت بحطه عشان الناس تمشي. بس احنا ما بنتكلمش في السياسه. السنه اللي فاتت ما السنه دي بقى هيعملوا ايه الاطفال مع الطوب طيب بالنسبه للارض اللي فاضله هناك دي، في مشاكل بالنسبه للارض دي؟ لا الارض دي بتعانوا منها في مشاكل في حاجه؟ المدارس دي فترتين ولا فتره؟ فترتين. الفتره اللي بعد الظهر بنات ولا صبيان؟ صبيان. طيب طب ما دول بعد الظهر. دول بنات عشان اطفال. طيب يعني في بنات وولاد. في بنات بس دي عشان البنات كبار يعني. التكاتك، يعني انا شايفه ناس كتير قوي هنا بتتكلم على التكاتك. بتقف هنا الوسيله بتاعتها. لا بيتكلموا على شكل التكاتك. لا هم لو اطفال صغيره راكبه التكاتك بيعكسوا اللي هم البنات. هو بيبقى فيه اطفال سايره، بيبقى في تحرش. في تحرش. لا مش تحرش معاكس يعني معاكس. معاكس بس. الشارع اللي قدام ده العربيات طبعا بتحرك سجاير، اطفال صغيرين كلهم يكون في بيشتكوا من تندات هنا، يكون في تندات هنا الاولياء والزباله والصرف الصحي كل يوم بقى. وبعدين في الشتاء ما حدش هيعرف يجيب عياله، ولا التوك توك كمان هيعرف يخش بيه. يعني التوك توك بيرحمنا شويه برضه، بس التوك توك نفسه مش هيعرف يخش يجي الشتاء. يعني انتوا عندكم هنا مشكله ان في الشتاء بيحصل الميه بتقفل الطريق خالص. المرور اللي بره ده عشان العربيات يكون في حاجه زوايا عشان الأطفال تعرف تمشي كامله. والمرور والله انا جوزي عشان يجيبهم والله قلع لباس جزمته والشراب وشمع البنطلون عشان يعرف يعدي في الليل، وخلاهم هم كمان انا عندي يعني شوفي بقى المشهد ازاي. العيال بتعدي كده
خايف يخش مدرسه. يعني دي تعليميه بتعلم ولادنا. احنا والله جايين على مشكله كلها توصل كلها تنضف والمجاري والزباله والناموس. زي دي مشكله احنا عايزين نحلها بصراحه يعني احنا مش راضيين عنها. ان شاء الله تتحل ان شاء الله. الميه اللي بتتسد ديت بتغرق المدارس، العيال اللي بتشمر كده واهاليها بتشيلها كده عشان يعدوا بقى المدرسه. في اسم مجمع مدارس عبد المنعم واصل وعباس العيتي ومعهد سياحه وفنادق، الميه بتبقى حلو كده يعني مفيش صرف، مفيش اهتمام. تعالى عند كليه التربيه الرياضيه بردك الميه حلو كده، مفيش اي اهتمام باي حاجه، استهتار. عيل زي دوت لما يجي ماشي رايح المدرسه والميه حلو كده، هيعدي ازاي؟ يشمر بنطلونه عشان طيب يعني بالتوك توك بتعرف تعديه من الميه؟ كلنا بنعطل حتى ولا الدكاتره عربيه ولا توك توك. طب انت كسواق توك توك، احنا في شكاوي ان انتوا هنا على الطريق بتوقفوا الاطفال وفي ناس بتتخبط والكلام ده. لا ما عندناش. انت ايه بقى قول لنا ايه الوضع بالظبط؟ لا ما عندناش مش حد بيتخبط هنا في الطريق؟ لسه ولية الزحمه امر. بتاعت المرور، ولا الكلام ده؟ الزحمه بتاعت المرور عامه، المركز بتاع المرور دوت هو اللي عامل الازمه دي كلها. زي ما انت شايف كده العربيات سد السكه اساسا، مفيش ولا منفذ ولا داخل ولا طالع. المفروض ده كل دوت ده كانوا سادين السكه اساسا، والميه كلها بتبقى حلو كده. هاتي اي واحده وليه اب تقول لك سواق توك توك بيغلس على العالم. هم هنا كانوا شايفين ضربوا التوك توك وكسر رجليه. مفيش الزحمه دي اساسا. الست دي بتاع التوك توك خبطها من ايه يا استاذه؟ عشان بيجري بسرعة. إيه؟ لا ما ينفعش يجري بسرعه فعلا. ما ينفعش يجري. هيجري فين؟ على فكره انا كنت في الشرطه، كنت فاضي النطرون ومقدم استقاله، اللي انا شفته برضك في الشرطه. انا معايا معهد سباق شغال على التوك توك عشان ما فيش اساسا شغل. مش كل بتاع التكاتك سيئه، مش كل بتاع التكاتك عفريه. في عينه منها عينه زباله ومعروفين، واللي في الاسم عارفين يعني معروفين. الزباله معروفه، وسطنا الزباله معروفه. بس زي ما هما بيتكلم على زحمه المكن وفي شكاوى، في شكاوى برضك من الناس اللي شغاله. ما هي السكه زي ما انت شايف كده، ورينا هتعرف تعدي ازاي. لو حضرتك معاك عربيه ورينا هتعدي ازاي. وما ينفعش اساسا اللي هو هيجري ازاي والزحمه السبب بتاعت المرور، كل واحد واخد له ركن وبيقبض وخلاص. بتاع المرور واقفين كده كل واحد واخد له ركن. الميه بقول لك في الشتاء ده ما فيش شتاء، وروح شوفي في وش المدرسه. المجاري عايمه على الشارع عادي. روح شوفي في جنب التاني دوت غرقانه الناس ما بتعرفش تمشي. هنتحججوا بالتكاتك. طب انت شايف يعني شايف حل الطريق الوحيد اللي خدمه المنطقه كلها. مفيش اساسا، مالناش مطلب. لا هنا اخدنا بتوع المحافظه. طيب انت من وجهه نظرك ممكن احنا نعمل ايه عشان نحل السيجاره؟ حاجه طريق زي ديت، معلش حضرتك، سكه زي ديت لو اتنضفت هتوسع، بدل ما الناس واخداها بوضع اليد وبني طبعا المحافظه الارض اللي هي وفي وش الاسم ومتاخد اهي. كل طول بوضع اليد. لكن هنا استورت لو فتح الشارع ده وما شارك بدل ما يخش هيعدي وهيطلع فيها المدرسه ب2 3 4 ومعهد سياحه وفنادق قدامه الميه حلوه كده. شكرا لحضرتك. جاي جنب الصرف الصحي بيتكلم عن المجاري وماشيه في كل حته. الميه نيجي نطلع على رصيف نتزاحم على رصيف مع بعض، العربيات ماشيه والتكاتك ما بنعرفش حاجه بسبب الميه. الحاجه الثانيه موجود الردم والزباله والحاجات دي كلها حوالين المدارس. يجي ساعه خروج الاطفال من المدارس الاعدادي او الابتدائي، تكاتك وعربيات والباص كله بيخش في بعض، ما خايفين مش عارفين نتحرك ما بين الميكروباص او التكاتك. فلو الكلام ده كله يتشال والصرف يتعمل على الاقل ممر عامل للاطفال او الطلبه يمشوا فيه الاهالي، والتكاتك والباصات على جنب، بحيث احنا ما نمشي ما نحسش حته ايه الصدام والزحام دي. مفيش الاسبوع اللي فات عيال كانت اتخبطوا مني مش شايف الناس عادت. طيب وعندك حل للموضوع ده؟ في اقتراح سمعت هو النظافه وتوسعه المكان ده كويس، وعمل ممر عامل المرور للاطفال واللي هم الطلبه ولا فيه، والتكاتك والباصات لها جنب على جنب او يستنوا على الطريق بره. ده بالنسبه للاقتراح، لكن ما تبقاش المكان ضيق وصغير كله يخش في بعض، تكاتك باصات اطفال. في اطفال بيروحوا لوحدهم اهاليهم مثلا ما بيجيبهمش، في اطفال اهالي غصب عنهم بيجي يستنوهم.
لو اتعمل ممر حاجه زي كده يبقى مش اكيد هنمنع الصدام ده بينهم وبعضيهم. كنت اخد البيت وارجع. ايه الحاجه اللي كانت بدايه حضرتك من يومين ثلاثه؟ مش من يومين ثلاثه، ده لسه النهارده. حصل ايه النهارده؟ النهارده كاتبين السيسي مش عارفه ايه، وشتيمه وسخه وشتيمه قله ادب وقله حياه. ورجعت البيت قاعد قال لي احنا قاعدين على بالنا نجيب رؤيه ونعملها. ماشي. بنتي جايه كانت تاني يوم المدرسه 6 سنين، ضربها التوك توك وقعدت شهر ساعه فوق الجبس بعد العيد متجبسه. طبعا التكاتك بتجري بطريقه بهدله، احنا يا كبار بنبقى خايف واحنا ماشيين. طبعا هنا منظر زباله وكل شويه يحرقوا صدر العيال، عندها اطفال عندها حساسيه في صدرها، النفس بيبقى رهيب، واحنا عندنا اطفالنا عندنا حساسيه في صدرها. المجاري الشتاء هنا ما نعرفش نعدي خالص، ما بنعرفش وساعات بتبقى مقابله المدرسين والمقابلات بتبقى المقابله مش كويسه. في مدرس محترم جدا كويس، وفي مدرس ما بيرضاش يقابل المدرس ولا بيقبل يقابل. ماشي. من قدام اسم المنتزه تاني، ادي المنظر طبعا، ميه، المجاري دي صرف صحي. المنطقه دي المفروض بتخدم العربيات بتاعه المرور، العربيات اللي بتيجي للمدارس. ادي المنظر، هادي الصرف في كل مكان باين يعني. احنا قدام منطقه حيويه قدام الاسم، في منطقه المرور اللي هي المفروض منطقه مميزه في توسو. طبعا بتخدم دخول مدارس اكتر من مدرسه. ماشي، ايه المشاكل اللي بتواجهكم هنا كاولياء امور؟ الصرف الصحي، الزباله في المدارس زي ما انت شايفه كده حضرتك، مفيش اهمال جامد لحد دلوقتي ما خدتش اي حاجه من الناس. مش لاقي حاجه خالص. وميه الصرف موجوده والمدرسين لحد دلوقتي كتاب القراءه لسه ما جاش. كتاب القراءه بس بقيه المواد دي ما بياخدوهاش. اخرهم بيلونوا بس ايه نص الالف ونص الب. طب المدرسين فين؟ في لسه 3 كتب لسه ما لا يا جماعه احنا شغالين كويس جدا. احنا يا جماعه دلوقتي المدرسين شغالين كويس جدا معانا. احنا دلوقتي بنتكلم على حاجه مهمه، بنتكلم على الزباله وعلى الصرف الصحي. هم هنا اولياء امور بيشتكوا من الزباله ومن الصرف الصحي، وفي مدارس ابتدائي وده غلط على صحه الاطفال. التكاتك ضاربين عيالنا في الراحه وفي الجايه. التكاتك انا لسه كنت التكاتك ضاربين بنتي تاني يوم المدرسه عامله حادثه، لسه متجبسه بقى لها شهر في السرير. والله بنتي عندها 6 سنين اللي بتقولي وهي جايه المدرسه. لا هي التكاتك مشكله فعلا وهي جايه المدرسه التوك توك الاهمال بيجي يخش هنا بيخش هنا يا ريت التكاتك تيجي تصوري بتغير عليها الساعه 12 عشوائيات. ساعه دخول طلوع البنات مفيش مثلا نظام، مفيش سيستم، مفيش طريق مرور امن الساعه للاطفال. 12 تعالي صوري هنا الطفل ده يبقى تعمل ايه؟ التكاتك حضرتك هيمشي ازاي الساعه دي؟ الساعه 12 ده غير في الشتاء الميه هنا النهارده عايز المسؤولين الميه بتبقى